غطسانه وسط الكنز بتاعي. الحمد لله اخيرا البرفانات دخلت، بجد كانت وحشانه قوي 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 برفانات اوريفلام، رغم ان هي معانا بس في حاجات كتير جديده كان لازم ان احنا نجربها. فيلا بينا نفتح مع بعض، 1 2 3 4 5 يلا نشوف. طبعا الشحنه دي كانت متاخره عليا، الحمد لله وصلتني. تعالوا بينا بقى نشوف انا لحقت ايه من العروض اللي كانت نازله، وكان في عروض كتير. نوسع بقى كده شويه عشان نعرف نتكلم. البرفان ده الحمد لله انا من اول الناس في الشركه، عشان كنت في اسبانيا من سنتين بالظبط. فالشركه عطتني البرفان دي من سنه ونص، بتشممها لنا الاول علشان احنا نجربها، ولما تدخل مصر نشتريها واحنا مجربين حاجه. فهي اتاخرت شويه قبل ما دخلت مصر، الحمد لله ان هي دخلت. انا معايا بقى لها سنه ونص، كان معايا 2، خلصت واحده في سنه ونص عشان مبقتش قادره استغنى عنها، والتانيه والله دي جديده لسه فاتحاها، بس هي دي من هديه الشركه ما اشتريتهاش. ايه اللي حصل بقى؟ ليه الناس مستنياها وفضلت تقول لي هاتي هاتي؟ لان هي ما فرقتش الشنطه بتاعتي طول السنه ونص دي، وكل ما اقابل اي حد ارش له حبه صغننه كده عشان ما تخلص. فاي واحده ست ايه ده، دي فظيعه، دي تحفه جدا، ايه ده، دي بكام؟ تمام، فاقول لها لسه مش عارفه سعرها، لما تنزل هقول لك. دلوقتي قلت لهم يا جماعه البرفانه اللي هي عجبتكم نزلت، هاتيها لنا. في اللي سأل على السعر قال لي خلاص تمام اتس اوكي، وفي اللي ما سألش اصلا علشان عارف ان هي اكيد قيمه. تمام. البرفان ده بيعادل برفان ديور الفرنسي، نفس المكونات هي. والبرفان ده في الاسواق الحره بيتباع بال4000 جنيه وب5000 جنيه. برفان اوريفلام هنا ب1000 وشويه، مش متذكره السعر بالظبط. تمام. فالشركه قادره توفر لنا حاجه نظيفه، براند اوروبي باسعار رخيصه جدا، ما تتقارنش حتى باللوكال براند. تمام. تعالوا نشوفوا بقى انا جايبه ايه. اول حاجه اهي، طبعا اهي البرفان اهو زي ده، اتطلب مني طبعا اهو. تمام. وتعالوا ناخد الكرتونه اللي هناك دي الاول. وده برفان رجالي جورداني قديم، ولكن اتطور، الشركه طورته علشان بتطور من شكل برفانه من درجه الثبات، بتخلي المكونات بتكون اقوى شويه. الستات هي اللي بتطلبه لازواجهم، يعني هم ما عندهمش اختيار في البرفان ده عشان احنا بنحبه. تاني نصيحه في التسويق بقى، برضو البرفانه دي كانت معايا وخلصت، انا شربتها تمام، برضو برشها للي حواليا، كنت بستخدمها قبل دي، فلما بقيت ارشها وعجبتهم طلبوها مني. جود از جولد، خطيره، تحفه جدا جدا جدا. وطبعا ده اللي احنا شبعنا منه. نشوف بقى الكرتونه دي تاني، فيها اهي الجورداني جولد. تمام. فيها ديفاين الزرقاء، برفانه ليدي قوي في نفسها، يعني هي منعشه شويه، وخلينا متفقين ما ينفعش عروسه ما تبقاش معاها دي، ما ينفعش، في اساسيات كده بتك عليها. بصي ليدي جدا جدا جدا، من اول البرفانات اللي استخدمتها في جوازي، فكل حاجه بيكون ليها ذكرى مختلفه شويه. دي بقى البرفانه الرجالي سول، تحفه، حجمها كبير، من اكبر البرفانات اللي موجوده ومن اقدمها برضو. فاول لما نزلت على طول يعني لا، لازم دي تيجي، ليها ذكريات حلوه قوي قوي قوي، لانها تحفه جدا، كلاسيكي قوي، ولكن الكلاسيكي اكتر منها هي دي. في بقى حاجه بصراحه، انا لما حد يقول لي رشحي لي برفانه فانا ببقى مش عارفه ذوقه ايه، فببقى محتاره ارشح له ايه. ولكن البرفان ده اول لما نزل ولقيت بلاد كتيره جدا قبل مصر جربوه، فانا كنت متشوقه لما عرفت مكوناته، عرفت ان هو هيعجبني وهيعجب كل الاذواق. ليه؟ لان هو فيه مسك، واحنا عارفين كستات شرقيه بيعشقوا المسك الابيض. تمام. رشتها، بصوا ده شكلها شيك جدا جدا، اساسي. تاني حاجه بعد ده، تمام، اساسي لازم تجربيها، هتعشقي ريحتها. ده من اللاين الجديد. وطبعا بصوا يعني هنا في الكرتونه دي خدت بدل مصاريف الشحن كيس الماسك ده، وهنا بدل مصاريف الشحن الماسكارا دي. تمام. فالشركه هنا يعني بتخليكي تستفادي بكل جنيه انت بتدفعيه، ما ادفعش مصاريف شحن كده وخلاص، لا، بدفع مصاريف شحن، اخد منتج يشيل لي مصاريف الشحن. تمام. انا محتاره في الكراتين والله. بصوا بقى ده هنا تاني اهو برفان سول. اصل الحاجه كانت نازله في عروض يا جماعه، فالناس بصراحه يعني نسفوها. دي برضو
من ضمن الاساسيات ليكي كعروسه. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الشياكه، بصوا الجمال. ورده، هي اسمها فولار، فهي عباره عن ورد منعشه قوي 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 ولطيفه جدا جدا. يعني عارفه انت اللي هو ريحه اللي هو بعد ريحه الفنادق دي، ريحه حلوه مستحميه. تحفه. تمام ماشي، يلا نشوف هنا في ايه. هي دي ما اتفتحتش ولا ايه؟ اهي. والله تاني يا جماعه، بصوا صل ديفاين. طبعا عشان في ناس بتبقى عايزه من القطع 2 و3، وللاسف بينزل على الكود الواحد بس برفانه واحده، بينزل على الكود الواحد قطعه واحده من النوع عشان كل الناس تقدر ان هي تاخد. ففي واحده طالبه من ده 2 ومن ده 2 ومن الفولار 2، فجبتها لها على كذا كود. تمام. هنا بقى بصوا سيجنتشر. انا اسفه اللي انا بعرضه وهو اصلا خلصان، بس هو دي ذكرى حلوه قوي عندي، هتعلمكم فنون البيع شويه. لما انا كنت مخطوبه في 2019 فما كنتش عارفه اعمل 100 نقطه بتاعتي. والله كنت عضوه صغننه جديده غلبانه مش عارفه تعمل 100 نقطه زيكم دلوقتي. ويا رب يا رب تعدي عليكم الايام توصلوا للمرحله اللي انا فيها وافضل كمان، وتبقوا ناس قويه جدا جدا. وعلى فكره انا ولا شاطره في التسويق ولا حاجه، ناس مفكره بكون شاطره، والله ابدا. تمام. كل اللي بيحصل بتستغلي الفرص. فكنت مخطوبه بقى وكده بقى وعايزه اعمل 100 نقطه. فوقتها بقى محمد طب اساعدك في ايه؟ فقلت له خد برفان رجالي. فقال لي تمام شوفي برفان رجالي وكده. فانا طبعا استغليت الموقف اسوأ استغلال للاسف، ربنا يسامحني. فاخترت له اغلى برفانه في الكاتالوج. فوقتها كانت عامله 400 جنيه 2019 وعامله 400 جنيه. ركزوا بقى، عدى 2020 21 22 23 24 بعد 5 سنين البرفانه دي سعرها زايد 200 جنيه بس. فشابو ليكي يا اوريفلام، والله العظيم شابو ليكي. فالشركه لا بتراعي الظروف، بتراعي ان هي تقدر توفر لك حاجه اوريجينال، حاجه اوروبيه، حاجه نظيفه مفيش زيها اصلا وباسعار تحفه جدا. فدي فنون التسويق بقى. تمام. فنون ان انت ازاي تعرفي تعملي النقاط بتاعتك. عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا. في ناس تقول بس اتكلم عن دي كان في حد كده غالي عليا كان عايز ياخدها مني، قلت لها اقسم بالله ابدا ما هو حاصل، لاني اصلا ما عرفتش الحقها وما عرفتش ان انا اشتريها. مفيش زيها من برفانات اوريفلام لسه نازله جديد، جورداني اسنزا. لان في كذا يعني لاين اسنزا ده في منه كتير، لاين جورداني ده في منه انواع كتير. دي برضو جورداني، الرجالي ده برضو جورداني. فالمهم نرجع تاني بقى. برفانات اوريفلام غاليه والله العظيم انها لا شائعه. تمام. مفيش الكلام ده. ممكن نعرف ايه براند اوريفلام ده؟ براند اوروبي اوريجينال، مفيش ولا في منه ما يبقاش قابل لسيم اوريجينال ولا هاي اوريجينال ولا الدرجات بتاعه الاوريجينال دي بيضحكوا علينا لحد ما نوصل لحاجه اسمها لوكا. مفيش الكلام ده اصلا، ممنوع، استحاله هتلاقي حاجه زي اوريفلام هي الاساس. عشان كده هي شركه بيع مباشر. برفان من ده لو اتعرض في محلات حرفيا سعره هيكون 3000 جنيه و4000 جنيه. زي بالظبط ما قلت لكم ديور، كوكو شانيل، البرفانات، الحاجات دي كلها سعرها غالي. ليه؟ علشان شركات بتكسب من المنتج فقط. انما اوريفلام بتوفر لك المنتج بسعر تكلفته ويمكن اقل كمان، عشان هي شركه بيع مباشر. فهو ده الفرق. فمحدش يقول برفانات اوريفلام غاليه، والله العظيم ما غاليه. الشخص اللي عايز حاجه كويسه وحاجه عارف قيمتها وعارف ان ده كحول نباتي هيعرف ان ده مش غير ده اللوكال براند. لو في واحده هتعمل براند لنفسها وتعمل بقى اللي هما بيعملوا مخمريات وبيعملوا عطور وحاجات للجسم، لما تدخلي تسالي الصفحه بتاعتها هتقولك ب 500 وهيبقى لوكال براند، هتقولك ب 1000. والله العظيم في براند هنا في اسكندريه لسه ما توسعش كمان على محافظات مصر. البنت عامله اعلان بتقول احنا بنستارت من 1500. لا احنا سقفنا بيبقى 1500. احنا بنستارت بال 600 و 500. تمام. فبلس بقى كمان ان البرفانه لو اترشت في عينك مش هتحصل لك اي حاجه. انا الحمد لله بفضل ربنا ما عنديش مشكله في الصدر ولا في النفس ولا اي حاجه الحمد لله. ولكن دلوقتي بعد ما بشم اي برفانه فيها كحول بقتش طايقه ريحتها، مش قادره خلاص. اتعودت على الحاجه النظيفه والكحول النباتي. فبتدفعي فلوسك في الحاجه القيمه لو انت فعلا بتدوري على الحاجه النظيفه والقيمه. يا رب اكون فدتكم واديتكم شويه نصايح واديتكم شويه افكار وعطيت لكم اي ريكومند عن البرفانات اللي انا بعشقها. باي.